السلام عليكم حبابي، كدايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كدايرين مع الصحه؟ هانيين؟ اش كتعاودوا؟ كدايرين المتتبعين ديالي القدام والمتتبعين ديالي الجداد اللي دخلوا عندي تاني من جديد، اللي جاو عندي من داك الفيديو اللي في ديال مغربي في الغربه اللي كتسجلتوا معاه، وكاين اللي قال هضره هكا وكاين اللي قال هضره هكا، ولكن ماشي مشكل. اللي قال زوين مرحبا بالزين ديالو، واللي قال خايب مرحبا بالخايب ديالو. ولكن ما نكرش ان كاينين ناس بزاف فرحوني بتعاليقهم، وناس بزاف جاو دخلوا عندي القناة وهم اللي كانوا الحافز، يعني اللي شجعني باش نرجع لقناتي من اول وجديد، ونرجع نحط فيديوهات، ونرجع نوضح بزاف الامور اللي ما كرهتش نوضحها في اقرب وقت ممكن. لان بزاف الناس اللي المهم كاين ناس اللي فاهمه ومش حافظه، وكاين الناس اللي فاهمه وحافظه. ماشي مشكل، خليو علينا هاد الهضره من بعد ونشرحوها، ولكن انا رجعت لكم بهذا الفيديو لان توحشت بزاف بزاف الصراحه نهضر معاكم ونجمع معاكم. لان كما كنت كنقول لكم في السابق، راه عائلتي الصغيره اللي مونساني في غربتي الصراحه، وكنت اي حاجه كنجلس نهضر معاكم. النهار اللي كنشوف راسي مخنوقه مدايره كندير اللايف ونبقى مجمع مع المتتبعين ديالي وكيكتبوا لي ونبقاو مجمعين والضحك وهذا. انا الناس اللي ما كنبغيش النكد وما كنحملش النكد وما كنحملش التغوبيشه، وعزيز عليا الضحك وتحبس ليا شويه الضحك. تهرست ليا واحد السنه في فمي تقريبا، تهرست ليا ملي تهرست ليا وانا غبرت على القناه، ولكن ماشي هي اللي كانت يعني اللي هي 100% انني نغبر على القناه. داكشي علاش جيت اليوم ندير لكم هاد لا فيديو باش نشرح لكم اللي كان الغياب ديالي. وهو مش ماشي سبب واحد، هما كاينين بزاف الاسباب. ولكن هو السبب الاساسي هو انني سديت المحل ديالي اللي انا كنت حلاه. يعني ما بقيتش مرتاحه فيه بزاف كما كنت في الاول. سديته ولكن باقي عندي، باقي كما هو. وجبت لي واحد السيده خدمت فيه وهذا، ولكن ما كتبينش ليا كل شيء وهذا. يعني كانت كل شيء اللي خدمته كتحطه في جيبها وهذا. قلت لا، انا مادام ما يعني ما ربحش موراها، لا نسدو. المهم باقا ساداه، وغيجيو شي ناس ان شاء الله غادي يخدموا فيه. وانا خدمت برا عند واحد السيده، خدمت معاها سيده مغربيه، ولكن مغربيه حره اللي كتضربها النفس على بنات بلادها، وزعما وعندها بنت بلادها راه هي من عائلتها، ماشي غير وحده بنت بلادها ومغربه معاها في نفس البلاد. المغربيات الصراحه اللي كيعجبوني، الحمد لله ربي لاقاني معاها. واخا في الاول مشيت غير نجرب، قلت غادي نجرب الخدمه ديال برا. يعني عجبتني، واخا ما عجبتنيش راه غنرجع المحل ديالي، ما عندي ما ندير يعني بالخدمه ديال برا. ولكن الصراحه النهار مشيت كندير الانترفيو عندها، اول كلمه قالت لي شوفي، احنا راه ماشي شويه، راه تقريبا 16 وحده اللي حنا خدامين في بيوتي سنتر كبير، هو بيوتي سنتر اسبا في القاهره. كما نتوما راكم عارفين انني كوافير وحنه وكل شيء، يعني كوافير واستيتيسيان، وفي نفس الوقت كندير الحنه وهذا. المهم مشيت جربت، خدمت. السيمانه الاولى جاني الموضوع صعيب، ولكن كنجلس كنقول لا، غادي نجلس. وهذا يعني بحال تقولي ديك السيده ملي لقيتها مزيانه غطات على داك الشيء مزيان وجلست. بديت دابا راه قريبا نكمل العام، تقريبا باقي ماشي عام، ولكن المهم راه 10 شهور ولا اكثر ممكن. آه، المهم غاديين. عجبتني الخدمه. بدلت الجو. ما نكذبش عليكم، الخدمه فرقت معايا بزاف 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 في حياتي كلها. من ناحيه لان شغالين معايا، كاينين معايا مغربيات خدامين معايا، منسى معاهم. المغربيه كدور في الخدمه. يعني بحال مغاربه معاك، راك عارفين كتهضري بالمغربيه، كديري اغاني مغربيه بعد ما تهضري. وفوق هذا الشيء كله، مولات البيوتي سنتر المغربيه
يعني اللي كتهز بنت بلادها على كفوف الراحه، ما كتحسسهاش بان هي مولات الشي ولا هذيك راه خدامه معاها. لا، كلشي بحال بحال. الهضره ديالها زوينه، التصرفات ديالها زوينه، يعني مصوابه. من يعني واخا غنوصفها لكم الصراحه، راه الناس مصريين هنا وكيموتوا في هذيك السيده الصراحه. الله يعمرها دار، وكنحمد الله ونشكرو اللي ربي لاقاني معاها، ما لاقانيش مع شي خدمه اخرى اللي غادي غتكون تجربه قاسيه. ولكن الحمد لله كانت تجربه زوينه، وهذا الشيء اللي لهاني باش نحط اي حاجه في القناه. وكاين بزاف الحوايج غنشرحها لكم على الخدمه ديالي وهذه، ولكن غنخليها من بعد وداك الشيء. ولكن انا دابا غير جيت باش نسلم عليكم وندير لكم الفيديو علاش غبرت من القناه. وهو هذا العامل الاساسي اللي كان، هو انني خدمت، وليت ما بين الخدمه وبين الدار، وهذا ما بقيتش لاقيه الوقت نهائي باش نحط اي فيديو. لحد ما درت هذاك الفيديو مع داك السيد اللي جا لمصر وهذا. والناس بزاف انتقدت الموضوع، الناس بزاف هذا، مع انني انا ما غلط في حتى شي حاجه. انا لا هدرت على نفسي، وما قايله حتى شي كلمه العيب. النصايح درتها لله لوجه الله تعالى، ما درتها على قبل حتى شي حد. المهم هذاك الموضوع ديال داك الفيديو راه غنشرحه لكم ان شاء الله باذن الله. غندير لكم فيديو على طولته ونشوف الا قدرت ناخذ منه اللقطات اللي بزاف الناس فهموها عوجه، غادي نفهمها لهم مزيان. وكنوجه شكر كبير 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 للناس اللي فهمت الفيديو صح، وفهمت انا اللي كان قصدي وغرضي من الفيديو كله. وانا راه ما عنديش مع هكا ولا مع هكا، اللي كما كتقولها ليا مولات المحل، مولات الخدمه اللي انا خدامه عندها، كتقول لي شوفي اللي كيعجبني فيك كتعطي الواحد في وجهه، ما كتخزنيش وما كتهضريش من وراه. وهذا هو طبعي، وما كنخاف من حتى شي حد، كنخاف من اللي خلقني سبحانه وتعالى. والا كان شي حد كنبرر لي شي حاجه الا وانني احترمته وكنحترمه. اما الخوف ما عنديش، نخاف من اي حد الحمد لله. وداك الشيء علاش غادي ندير شرح لهذاك الفيديو اللي غنشرحه مزيان. وباقي كاينين شي حوايج، شي نقاط اللي الناس ما تقبلتهاش، مازال غنشرحها مزيان في فيديوهات تانية. وانا الا غنهضر على شي حاجه وغنعطي نصيحه لوجه الله تعالى، وما غن ما غنخافش من هادي ولا هادي ولا هادي، لان بزاف الهضره جات لي ووصلتني، وكاين اللي وصلتني حتى على الخاص، وغادي نعاود لكم كل شيء. وبزاف الناس ما تقبلوش هضرتي في داك الفيديو. المهم داكشي كله غنشرحه لكم ان شاء الله في فيديو اخر. وهذا هو كان سبب الغياب ديالي. وحتى بعض المرات كنت كنلقى شي وقيته وهادي كنقول غندير شي فيديو باش نلوحو القناه، كنجلس كنفكر كنلقى سنتي مهرسه. ميمتي واش غنمشي نبدا نسجل للناس تاني بسنتي مهرسه؟ كيفاش غندير تا غنسجل وهادي وسنتي وهادي؟ غنديرها غنصاوبها. لا هاد السيمانه نصاوبها، السيمانه الاخرى غنمشي للطبيب، السيمانه الاخرى غنمشي للطبيب. حتى الايام كدوز وكتمشي. والله العظيم الا ماما كنهضر معها اول ما كنحل الكاميرا كتقول لي الله يا بنيتي الله واش هذيك السنه باقا ما بغيتيش تحني عليها؟ كنقول لها سكتي راه ولاو كيعرفوني بها في الخدمه. راه اللي جا من الكليان كيسول عليا كيقول لهم بغيت المغربيه اللي سنتها مهرسه. قلت لها سكتي راني ربيت بها الكليان ولاو الناس كيسولوا عليا بها، خليها تا الله يحن وغادي نصاوبها. سمحوا لي بنتي دقات الباب، كانت كتجيب شي حاجه ودقات الباب رجعت كتدق ونتحليت عليها، وقفت الفيديو حتى حليت عليها. المهم هي هذيك والسنه ديالي راه باقا ما تصاوباتش، ولكن ان شاء الله باذن الله غنصاوبها. عندي شي حاجه كنقضيها دابا، وهاد الايام نيت جالسه بناتي مرض وراجلي مريض شويه، جالسه من الخدمه. قلت لا ضروري غادا ندير شي فيديو ونقول لكم راني غبرت عليكم، ولكن ان شاء الله باذن الله راه غادي نرجع لكم وغنبقى معكم ان شاء الله باذن الله. وغنحاول نحط لكم غير فيديو ولا زوج في السيمانه، ماشي ضروري ديك القضيه ديال كل نهار فيديو الصباح فيديو بالعشيه. اللي بغاها كلها كيخليها كلها، هادشي اللي كنعرف.
وانا باغا باش نبقى التواصل مع الناس. بالاخص انا هاد القناه عرفتني على ناس بزاف الله يعمرها دار، وناس مزيانين، عرفتني على بزاف بزاف، يعني بزاف الناس اللي علاقتي ولات معاهم بحال كنعرفهم من سنين هذه. وان شاء الله باذن الله ما كرهتش، يعني يكون دعم زوين. دعموا القناة، هذا فضلا وليس امرا. انا عمرني ما لبست على شي حد، طبعا الى شي حد انا عجبته قناتي وهذا راه غيدعمني، ما عجبتوش راه ما غيدعمنيش. و داك الشيء راه غيبقى عليكم نتوما. واللي عجبته بغى يدعمني راه يدخل يدعمني ويدير لايك ويشترك في القناه ويبقى معايا. وراه ان شاء الله راه غادي نحط شي فيديوهات من داك الشيء الرفيع، وغنحط فيديوهات حتى لدوك اللي ما تقبلوش هضرتي. باقي شي فيديوهات، باقي شي هضره بزاف، الهضره خاصها تحط ان شاء الله، غادي نحطها. والنصيحه غادي نعطيها مره واثنين وعشرة ومليون مره ضد في هادوك اللي ما باغينيش نعطي النصيحه، واللي دخلوا عندي الخاص كيعايروا عليا وكيعايروا فيا وكيدعيو فيا علاش نقول علاش الدريات كيجيو كيطرى لهم كيطرى لهم كيطرى لهم. المهم خلوكم معايا ان شاء الله باذن الله، وغادا نبقى معاكم باذن الله. الدعم وراكم عارفين بلا ما نقول لكم. وكنسلم عليكم كاملين، وتحيه كبيره لكاملين بلادي وبنات بلادي اللي داخل المغرب وخارج المغرب.